لطفي الزار خلف وراه رانيا شهاب غسان ورنيم اللي عمرها ما يتجاوزش 10 شهور ودار في الكرا وعائلة تستنى في قرارات من وزارة الداخلية تحافظ على مستقبلهم من الضياع. بابا الله يرحمه هو مات من أجل الوطن، مات شهيد وإن شاء الله ربي يرحمه. ربي يرحم لطفي الزار، ربي يصبر وليداته وربي يصبر عائلته. بطبيعه الحال وزير الداخليه كان يقول بربي نشوفوا الجهود اللي يعملوا فيها رجال، وشكون ما يهوش قاعد يشوف الجهود اللي يعملوا فيها رجال الامن، ولكن المشكل ماهوش لهنا. ومي الصديق لو كان يسالك على الفكره هذه اللي عند البعض انه ناس وناس كانه يبدا يحكي معك ساعات يقول لك شبيكم تحكيوا على هذايا وما تحكيوش على هذايا وشبيكم، يعني هالفكره هذه منين جايه في موضوع التفرقه ما بين التوانسه بالنسبه ليك؟ أول حاجة أنا أريد أن أترحم على روح الفقيد، ثم أريد أن أقول أنه حياة وحياة متساويتين، مواطن تونسي ومواطن تونسي متساويين، ولكن رغم هذا ما يلزمناش نكذبوا. احنا متعاطفين تماما مع عائلته ومع اهله ومع كل شيء، ولكن ثم فرق. مواطن تونسي ومواطن تونسي متساويين، ولكن رغم هذا ما يلزمناش نكذبوا. احنا متعاطفين تماما مع عائلته ومع اهله ومع كل شيء، ولكن ثم فرق. هذا معناها مش هذا بديهي، ولكن هذا شخص يقوم بالعمل نتاعو، وخلال العمل نتاعو قتل، ولازم طبعا محاسبة من قام بهذا العمل الشنيع، ولكن مش يلزمنا نتفهموا أحاسيس الناس اللي هم مرتبطين بالشخص هذا وبالشخص هذا، ونتفهموا حتى ردود أفعالهم المستاءة سواء كانت في محلها ولا مش في محلها، ولكن ما ندخلوش في شعبوية ونقولوا كيف كيف. لا، مش كيف كيف ولا مش في محلها، ولكن ما ندخلوش في شعبوية ونقولوا كيف كيف. لا، مش كيف كيف. بابا الله يرحمه هو مات من أجل الوطن، مات شهيد وإن شاء الله ربي يرحمه.